مجددا تعود الخلافات داخل البيت الصهيوني لتتصدر المشهد مع تأزم الأوضاع العسكرية والسياسية داخل القطاع المحاصر، لتغدو خلافات رئيس وزراء حكومة الاحتلال الصهيوني مع شركائه حديث الساعة في الإعلام العبري، الذي تحدث عن مهاجمة وزير الجيش الصهيوني لنتنياهو، مؤكدا رفضه لأي حكم عسكري على قطاع غزة، فيما رد الأخير بالقول إنه غير مستعد لاستبدال حكم حماسستان بفتحستان، حيث طالب وزير الجيش رئيس حكومته بالإعلان عن أن الكيان الغاصب لن تكون له سيطرة مدنية على قطاع غزة ولن يكون هناك حكما عسكري. كما حث جالنت نتنياهو على اتخاذ قرار بشأن اليوم التالي للحرب، مضيفا: هذه لحظة اختيار وطنية حتى لو كان لها ثمن سياسي. أما في الشارع الصهيوني فشنت أمهات نحو 600 من جنود الاحتلال الذين يشاركون في العمليات العسكرية في القطاع المحاصر هجوما غير مسبوق على رئيس الوزراء الصهيوني، ووقعن بيانا يطالبن بنيامين نتنياهو بإرساء طريق من أجل الخروج مما وصفنه بوحل غزة، حيث جاء في البيان: أبناؤنا يفقدون أذرعهم وأرجلهم على مذبح رئاسة نتنياهو. أما في أصداء التخبط الصهيوني خارج الكيان الغاصب، فبدورها محكمة العدل الدولية رفضت طلب الكيان الغاصب تأجيل جلسات الاستماع بشأن جرائمه في غزة، حيث قالت وسائل إعلام عبرية أن حكومة الاحتلال قررت إرسال فريق قانوني إلى محكمة العدل الدولية لحضور جلسات الاستماع المقررة يومي الخميس والجمعة في الدعوى المرفوعة ضدها من جنوب أفريقيا، فيما أعلنت محكمة العدل أنها ستعقد جلسات استماع يومي الخميس والجمعة للنظر في طلب جنوب أفريقيا اتخاذ تدابير إضافية لإجراءات سابقة حددتها المحكمة بقضية الإبادة الجماعية المرفوعة ضد الاحتلال الصهيوني في أعقاب العملية العسكرية بمدينة رفح جنوبي قطاع غزة. أما في الميدان فتواصل المقاومة الفلسطينية إيقاع أكبر قدر من الخسائر في صفوف الاحتلال الصهيوني، منفذة عملية مركبة أسفرت عن مقتل ما لا يقل عن 12 جنديا، ناهيك عن الخسائر في الآليات والمعدات.